في ناس بتدور على الاختراع ده دلوقتي جدا، السكوترات اللي بتمشي وسط الزحمه وفي نفس الوقت قويه ومريحه وتنفع للطرق المصريه، وفي نفس الوقت يكون من براند ما بيعطلش وجودته كويسه جدا. فاللي قدامنا ده واحد من السكوترات دي، الكيمكو الدي تي اكس. كيمكو ما شاء الله شركه تايوانيه ليها باع طويل قوي في السوق المصري، كل قطع غيارها متوفره الايام دي. النقطة الحلوة ان السكوتر ده لسه نازل بفكرة جديدة اسمها كروس اوفر. دايما السكوترات بتخاف عليها شوية من المدينة، حفرة نقرة مش عارف ايه. هنا نزلوا السكوتر ده الدي تي اكس 350 بفكرة ظريفة قوي اللي هي كروس اوفر. ده اول سكوتر كروس اوفر. يعني ايه كروس اوفر؟ عارفين انتوا العربيات اللي هي بتبقى عالية شوية منفخة، يعني زي التوسان، زي مش عربية جيب ولا في نفس الوقت سيدان، ده نفس الفكرة. فالسكوتر ده عملوه مثلا اول حاجة الكاوتش بتاعه كاوتش خشن شويه، يقدر يتحمل الرزع وفي نفس الوقت لو في حبه رمله ما يتزحلقش. طيب الرفرف ما حطوش رفرف عادي زي السكوترات اللي زي دي عشان مفيش حاجات تتزنق هنا او يتكسر، لا شالوا الرفرف خالص اللي موجود هنا. بقى الرفرف هو الشنب اللي موجود هنا وهنا، شايفين مفيش رفرف، وحتى الرفرف عالي يدخل صباعين. ففكره الرفرف ظبطوه شويه، وفي نفس الوقت من ورا خلوا الارتفاع بتاع الخلفيه عالي قوي. كل ده عشان تقدر تمشي في مطبات او اي طرق، او حتى لو في طينه في الشتاء، كل ده امورك كويسه قوي. كل ده بقى وفي نفس الوقت بشياكه. يعني الاضاءه الاماميه بتاعه السكوتر ما شاء الله رهيبه، LED بالكامل عشان توضح لك الطريق، فلو ماشي بالليل جدا هتلاقيك مبسوط وزي الفل. السكوتر طبعا جايب الموتور 350 سي، فبصراحه القوه بتاعته كويسه، انجكشن وتبريد ميه، فحتى في الصيف هتلاقيك ماشي مبسوط. بالنسبه للمواصفات الداخليه للسكوتر لسه حتى مدلعينه بصراحه. طيب هنا بقى اول ما تبتدي تحرك الزرار بتاع البصمه هتلاقي السكوتر ما شاء الله ولع لك شاشه عدادات جميله قوي. فاول ما تشغلها هتاخد بالك من TCS التراكشن كنترول سيستم، وده لان السكوتر فيه فرامل ABS وتراكشن كنترول. ABS ده عشان يمنع ان انت لو بعد الشر دوست فرامل العجله تكلبش وتتزحلق، والتراكشن كنترول بيمنع ان انت لو زودت بنزين زياده العجله ما تفركش وتبتدي تتزحلق وتقع. فدي حاجتين حلوين قوي. الداخليه بتاعت السكوتر ذكيه جدا يا جماعه. يعني مثلا انت سايق في العادي ممكن ترفع دي هنا كده، هتلاقي فيه USB تشحن موبايلك، طبعا تحط هولدر. لو انت مثلا معاك باور بانك او حاجه ما ينفعش تتعلق، ممكن تفتح الدرج اللي موجود هنا هتلاقي هنا USB تانية. صراحه ظريفه قوي. عندك هنا تشغيل بصمه، مش محتاج تطلع المفتاح من جيبك. وحاجه ظريفه كمان ان انت لو بتحب تلعب بالسكوتر مثلا في اوف رود او في طين او حاجه، تقدر تطفي تراكشن كنترول الموجود هنا عشان تقدر بقى ايه تعمل الكيرفات اللي بيعملوها في الفيديوهات اللي بتشوفها دي. احلى حاجه بقى في السكوتر ده عشان كده انت بتختار كيمكو، يعني ان اهم حاجه كل حاجه تمسكها في السكوتر، الكتل اللي هنا، الزراير اللي تتحكم فيها في كل التفاصيل اللي موجوده هنا، كل ده يا جماعه بتحس فيه بكواليتي، بجوده، تحس انك قاعد على كرسي مريح. الخامات بتاعته حلوه. فبصراحه السكوتر بشكل عام خاماته حلوه جدا جدا جدا. طيب خليني اوريكم بقى الشنطه. ما شاء الله الشنطه بتاعته بحر يا جماعه. السكوتر ده انا مش عارف ازاي هم عرفوا يصمموه ظريف بالنسبه لجوه المدينه، عشان كده بقول لك ده احلى سكوتر جوه المدينه، ومواصفات طويله شويه موجود. البحر بحر يا جماعه، بحر. يعني مثلا هنا تاخد خوذه ولسه عندك مساحه تانية كبيره. ده واحده من اكبر الشنط اللي هتشوفوها بصراحه. ومفيش مكان بطاريه مضايقك، مفيش مكان تانك بنزين مضايقك، كل الكلام ده لغوه. وشوف المساحه دي كلها استغلوها علشان تبقى شنطه. بصوا حتى تفاصيل الكرسي، تفاصيل الكرسي بصراحه الجلد جميله جدا. طبعا هنا في لمبه اضاءه، وطبعا عاملين المكان ده علشان مفيش حاجه تجرح الحته دي لو انت بتطلع وتدخل اي حاجه. ففكره بصراحه ظريفه. طبعا الاضاءه الخلفيه LED شكلها حلو جدا. فبصراحه السكوتر عليه حبه تفاصيل حلوه قوي، مش بتلاقيها في السكوترات الصيني الكلام ده.